اهتزت مدينة بوسماعيل بولاية تيبازا على وقع مأساة إنسانية أليمة راح ضحيتها شاب وربع عائلة غرقا في عرض البحر، في مشهد مأساوي اختلطت فيه مشاعر الأبوة بالشجاعة، والنهاية كانت فاجعة. الضحية يدعى محمد، شاب في ريعان العمر وأب لطفلين، لقي حتفه غرقا أمس الجمعة بشاطئ حجرة النص بينما كان يحاول إنقاذ طفليه من موت محقق. الحادثة وقعت بالجهة الشرقية لشاطئ جنيني، وهو شاطئ غير محروس، عندما كان الطفلان على متن عوامة منفوخة قبل أن تنقلب بهما وسط الأمواج ويبدأا في الغرق. وفور وقوع الحادثة تدخلت مصالح الحماية المدنية بحجرة النص مدعومة بفرقة الغطاسين التابعة للوحدة البحرية بشرشال، حيث تمكنوا من إنقاذ الطفلين ولد وبنت، فيما تم انتشال جثة الأب الغريق الذي فارق الحياة وهو يحاول إنقاذ فلذتي كبده. وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي غيلاس، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، فيما يجدد الحادث دعوات المواطنين بضرورة تأمين الشواطئ، خصوصا تلك المصنفة كغير محروسة.